المشاهدون الأكارم، سعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزيرة التعليم تتفقد سير العملية التعليمية في أفعبت ونأفا. الجمعية الوطنية للصم في إريتريا تعقد مؤتمرها الخامس. حملة الطلاب التنموية تحقق نتائج مشجعة في إقليم عنسبة. عقوبات أمريكية وأوروبية تضرب شرايين اقتصاد الحرب الروسي. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك. والمكسيك والبيرو تعاودان العلاقات الدبلوماسية. أهلا بكم. أجرت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد خلال الفترة من 3 إلى 7 من أغسطس الجاري جولة عمل في مديريتي أفعبت ونأفا بإقليم شمال البحر الأحمر، وشملت الجولة زيارة عدد من المدارس التي تقدم خدمات تعليمية وفق أوضاع وظروف المجتمعات المحلية، من بينها مدارس أسقاق ودباديب وقروت قيح، حيث تابعت الوزيرة سير عمليتي التعليم والتعلم واطلعت على مستوى الأداء والاحتياجات القائمة، كما عقدت لقاءات مع السكان والإدارة لبحث القضايا. وخلال الجولة قدم مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إلى جانب مدير مديرية السيد أحمد محمد نور رجب إحاطات حول الوضع الراهن لقطاع التعليم إلى جانب أوجه النقص والتحديات التي تواجه. كما تفقدت الوزيرة عددا من المدارس الجاري تشييدها في المديرية، وبحثت مع الجهات المعنية سبل تسريع أعمال البناء واستكمالها في الوقت المناسب، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للطلاب. ويبلغ عدد الطلاب في مديرية أفعبت أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، بينهم أكثر من 17 ألفا في التعليم النظامي. وفي مديرية نأفا واصلت وزيرة التعليم جولتها بزيارة مدارس صبرا والصمود وقناربة الداخلية، حيث اطلعت على أوضاعها التعليمية واستمعت إلى الإحاطات المتعلقة بسير العمل والاحتياجات القائمة. عقدت الجمعية الوطنية للصم في إريتريا مؤتمرها الخامس اليوم 8 من أغسطس في أسمرة تحت شعار لغة الإشارة هي محور التطور الشامل للصم. المؤتمر الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون ومن الجبهة، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية الذين يمثلون الأقاليم، قال رئيس الجمعية السيد ولد ميكائيل سيلم إن حاجز إعاقة الصم متجاوزا حدود التواصل يبرز بشكل واضح في التعليم والتعلم، مضيفا أن هناك حاجة إلى جهود متضافرة للتخفيف من هذه التحديات وغيرها. ويمثل المؤتمر دافعا للاستثمار في النمو والتطور الآمنين للغة الإشارة. وصرح السيد محرت آف الساهية المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن الحكومة تعمل على ضمان حصول الصم على فرص متكافئة تماثل تلك المتاحة للمواطنين الآخرين من ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة وجهت كل من الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب والجمعية الوطنية للمكفوفين والجمعية الوطنية لذوي الإعاقات العقلية والنمائية رسائل تضامن. وأفاد تقرير حول أعمال الجمعية في الفترة الممتدة من المؤتمر الرابع إلى المؤتمر الخامس بأنه تم إنجاز أعمال فعالة لضمان حقوق الصم، وكذلك تحسين سبل عيشهم وأوضاع القائمين على رعايتهم وتطوير لغة الإشارة وتوسيع الفرص التعليمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي. وبعد مناقشة التقرير ودستور الجمعية، انتخب المؤتمرون اللجنة التنفيذية الجديدة لتتولى مهامها للسنوات ال4 المقبلة. وفي الختام تم تنظيم معرض من قبل أعضاء الجمعية شمل الحرف اليدوية والابتكارات والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى فقرات للرقص. تأسست الجمعية الوطنية للصم عام 1998 وتضم في عضويتها نحو 30 ألف عضو على مستوى البلاد، تشكل النساء 40% منهم. تتواصل في إقليم عنسبة وتحديدا في مديريتي حقات وحلحل أنشطة الحملة الطلابية التنموية
وسط نتائج وصفت بالمشجعة في عدد من مجالات العمل التنموي. وتشمل الحملة تنفيذ أعمال في الحفاظ على المياه والتربة وإنشاء الحواجز الترابية والمدرجات والعناية بالأشجار وحفر الحفر المخصصة لغرس الشتلات إلى جانب زراعة الأشجار. وأوضح منسق الحملة في مديرية حقات الأستاذ فرج محمد إدريس أن 969 طالبا وطالبة بينهم 51% من الإناث يشاركون في تنفيذ الأنشطة بإشراف خبراء الزراعة والمعلمين والمرشدين الميدانيين، مشيدا بما أبداه الطلاب من حماس وروح عالية في العمل. من جانبه أفاد اختصاصي الهندسة الزراعية في مكتب الزراعة بمديرية حقات المهندس بهيموت عين ألم بأنه تم حتى الآن تنفيذ 150 مترا مكعبا من الحواجز الترابية وإنشاء نحو كيلومتر واحد من المدرجات وصيانة أكثر من 15 كيلومترا من الطرق والعناية بنحو 2500 شجرة إلى جانب حفر 2000 حفرة مخصصة لزراعة الشتلات. وفي مدينة حلحل يشارك 700 طالب وطالبة بينهم 314 طالبة في تنفيذ أنشطة مماثلة موزعة على 4 نقاط عمل وفقا لما أوضحه منسق الحملة الأستاذ محمود أبو بكر. وأكد عدد من المعلمين المشرفين أن أهمية الحملة لا تقتصر على نتائجها الميدانية بل تمتد إلى ترسيخ قيم العمل والانضباط والمشاركة لدى الطلاب، داعين إلى توسيع برامج التشجير وتعزيز الأنشطة التنموية الطلابية. بدورهم أعرب الطلاب المشاركون عن تقديرهم للدعم والتشجيع الذي يقدم لهم من قبل المعلمين والخبراء، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل وإنجاز المهام الموكلة إليهم. تم تنظيم سيمينار حول القضاء على الممارسات الضارة وفوائد برنامج الزراعة المصغرة المربحة للمشاركين في الحملة الطلابية الصيفية في مدينة غردات. وأتاح السيمينار الذي ينظمه مكتبا الاتحاد الوطني للمرأة والزراعة للطلاب فرصة التعلم بالتزامن مع أنشطتهم التنموية للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال زيادة وعيهم بعواقب الممارسات الضارة، كما يهدف إلى رفع الوعي بفوائد وتقنيات الزراعة على نطاق صغير بحسب ما ذكره القائمون عليه. وأشار المشاركون إلى أهمية السيمينار وذكروا أنهم سيعملون على الحد من الممارسات الضارة وتوسيع برامج التنمية الزراعية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، في تصعيد جديد للضغوط الغربية، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا في مقدمتها عائدات قطاع الطاقة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري. ويفرض مشروع القانون الأمريكي الذي أقره مجلس الشيوخ رسوما جمركية تصل إلى 500% على الواردات الروسية بما فيها النفط والغاز، إضافة إلى رسوم بنسبة 100% على أكبر 5 مستوردين للطاقة الروسية ومن بينهم الصين والهند. كما يتضمن عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، ويستهدف للمرة الأولى ما يعرف بأسطول الظل الروسي. وفي بروكسل أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فرض عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري في خطوة تستهدف بصورة مباشرة الأشخاص والشركات التي تدعم القدرات التصنيعية والعسكرية الروسية. وقعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقا دفاعيا مشتركا في مكة المكرمة على وقع تصاعد التوتر في المنطقة، والذي أدى إلى هجمات صاروخية مكثفة على دول الخليج المصدرة للنفط. وجاء في بيان مشترك أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي، وينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث سيعد هجوما عليها جميعا. وقال نائب الرئيس التركي جودة يلماز إن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها. وأضاف مسؤول تركي أن الاتفاق دفاعي بحت ولا يلغي أي اتفاقات قائمة بين هذه الدول ودول أخرى.
وتشعر الدول الثلاث بقلق متزايد إزاء المواقف العسكرية العدوانية المتزايدة لكل من إسرائيل وإيران، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الحليف المشترك للدول الثلاث إلى احتواء الاضطرابات في المنطقة، والتي أدت إلى أزمة طاقة عالمية. أعلنت المكسيك والبيرو استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت منذ نوفمبر الماضي على خلفية خلاف بشأن منح مكسيكو اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز. وقالت وزارتا خارجية البلدين في بيان مشترك إن الحكومتين قررتا معاودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد الأخذ في الاعتبار روابط الأخوة والصداقة والتعاون التاريخية التي تربط المكسيك والبيرو. وتعود جذور الخلاف إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البيرو في ديسمبر 2022 عندما حاول الرئيس السابق بيدرو كاسيول حول الكونغرس قبل أن يعزله البرلمان ويوقف أثناء توجهه إلى السفارة المكسيكية في ليما لطلب اللجوء. ومنحت المكسيك في ذلك الوقت الحماية لزوجته وأطفاله، ما تسبب في توتر متزايد مع السلطات البيروفية. وبالتزامن مع إعلان استئناف العلاقات، أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بيس تشافيز غادرت الجمعة الأراضي البيروفية متجهة إلى المكسيك بعد حصولها على تصريح مرور من السلطات في ليما. ووصفت هذه الخطوة بأنها بادرة حسن نية من الرئيسة البيروفية كيكو فيجوموري التي تولت مهامها في 8 يوليو. لقي 97 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية، إذ تشهد ولاية آسام واحدا من أسوأ الفيضانات منذ سنوات. وثرت الفيضانات في آسام على ما يقرب من 170 ألف شخص، وأجبرت الآلاف منهم على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة بعد ما فاضت الأنهار وغمرت مياهها المنازل. كذلك غمرت المياه أكثر من 14 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وهي مساحة تعادل تقريبا 1.5 مساحة مدينة باريس. كحال معظم أرجاء شبه القارة الهندية، تعتبر الفيضانات في ولاية آسام أمرا شائعا خلال فترة الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر، عندما يفيض نهر براهما بوترا أكبر أنهار الهند والعديد من روافده. لكن خبراء يقولون إن تغير المناخ إلى جانب التنمية غير المخطط لها جيدا يزيدان من وتيرة وشدة تأثير هذه الكوارث. نهاية النشر هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزيرة التعليم تتفقد سير العملية التعليمية في أفعبت ونوفا. الجمعية الوطنية للصم في إرتريا تعقد مؤتمرها الخامس. حملة الطلاب التنموية تحقق نتائج مشجعة في إقليم عنسبة. عقوبات أمريكية وأوروبية تضرب شرايين اقتصاد الحرب الروسي. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك. والمكسيك والبيرو تعاودان العلاقات الدبلوماسية. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة.